اليوم بالساعة 4 تماما تم استهداف هاي القرية ب4 غارات متتالية من الإجرام الروسي. طبعا هاي القرية كل سكانها مدنيين، ما في أي جسم عسكري بهاي القرية. نحن بدنا نحكي شغلة، بدنا نوصل رسالة للعالم كله، نحن صامدين بهاي البلد، ونحن ما رح نتخلى عن هالبلد إطلاقا لآخر رمق بحد، لآخر إنسان موجود بهالبلد. هاي المناطق رح ندفع دمنا وحياتنا واولادنا في سبيل نحافظ عليها. نحن ما قدمنا الا كل الخير، نحن يا جماعه نحب السلام، نحب الحياه، لكن هذا المجرم الروسي بالاضافه لازلامه سواء كان بشار الاسد ولا زمنيته، نحن بنقول له من هون من الارض هاي المدمره، هاي اللي دمروها باجرامهم وطيران، نحن لا يمكن ان نتخلى عن هالارض باذن الله تعالى. نحن رح نموت الاف مؤلفه فداء هالارض وفداء ديننا وفداء اسلامنا، غير هيك ما عندنا. واللي بدهم اياه يعملوه، ما عاد نسال، نحن ما بنخاف الا من الله باذن الله تعالى. نحن خلقنا مشان نموت فداء الارض. هاي بلاد الشام، بلاد اوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الشام كلالتي، من اراد لها بسهم ضربته بسهم منها. الله سبحانه وتعالى موصى بها الشام، لكن نحن قدرنا انه ندفع دماء، ندفع شهداء في سبيل تحرير الارض، تحرير الانسان، تحرير كل انسان على وجه الكره الارضيه. من هون راح تنطلق الحريه، من ارض الرباط، من ارض الجهاد، من ارض سوريا، بدون بشار، بدون زمنيته، بدون بوتين الكلب، لعنه الله عليك يا خنزير. نحن ما قدمنا الا كل خير لهالبلد. قاتلكم الله يا اعداء الله. ينصر دينك. حياكم الله. عظم الله اجركم. عظم الله اجركم، الله يبارك فيكم. ما شاء الله عليك على العزيمه بعد الشهداء اللي صاروا. نسال الله انه يتقبل شهدائنا، نحن مصابنا كبير، بس نسال الله انه نحسبهم عند الله ولا نزكيهم، شهداء ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يتقبلنا الشهداء ويكونوا شفعاء لنا كلنا. عظم الله اجركم. اجركم على الله، بارك الله فيكم. ما شاء الله عليك على العزيمه والقوه، ولسه الدفن شغال امامنا. اخوي حسبنا الله ونعم الوكيل. هذول اولاد عمي، هذول روحنا، هذول ما بقي خلص، هن زينة الضياع، بس نحن منه رح ننطلق باذن الله تعالى. نحن منه رح ننطلق، نحن ما رح ننسى، ما رح نستكين، ما رح نكون ضعفاء ابدا، ما رح نكون ضعفاء. هذا المشاهد تعودنا عليه، نحن اصلا صار في دمنا. نحن باذن الله هذا المشاهد هاي كلها بتقوينا، هاي المشاهد عم تشوفوا قدامكم بتقوينا، بتعطينا عزيمه، اصرار انه نصمد باذن الله تعالى. نحن عوائلنا اخذناها من هون، لكن احنا باقين باذن الله، رغم انوف الحاقدين، رغم انوف المحتلين، سواء من مكان روسي ولا غيره، كل المحتلين احنا رغم انوفكم احنا باقين بهالارض، صامدين بهالارض رغم التحدي. نحن مصرين نكون ابناء هذا البلد، مصرين نبقى بدون بشار الاسد، مصرين نعيش حياتنا نحن بكرامه، بحريه، بعز، بشموخ، بدون الطاغي بشار الاسد. ينصر دينك. لا يمكن نقبل نحن بالطاغي بشار الاسد، مهما قدمنا من دماء، من شهداء، من بيوت، كلها هاي لا جزء، لا تجزء شغله، لا يمكن انه وصفه مقابل الكرامه والشرف والعرض. نقطه، انتهى. اكثر من هيك ما عندنا نحن. الله يجزيك الخير واياكم. عظم اجركم مره ثانيه. سامحنا يا اخي. الله يحفظكم. اهلا وسهلا.